نابليون ده حكاية لوحده. اتولد في كورسيكا سنة 1769، يعني بعد ما فرنسا ضمت الجزيرة دي بسنة. اسمه الحقيقي كان نابليون دي بونابرتي، وعشان هو اصلا من اصول ايطاليه كانوا بيحسوا انه غريب شويه في فرنسا. دخل المدرسه وكان شاطر قوي في الرياضه والعلوم الحربيه، بس كان دايما حاسس بالغربه بسبب لهجته اصلا. لما قامت الثوره الفرنسيه سنه 1789، نابليون كان ساعتها عنده 20 سنة. الثورة ديت كانت قلبت الدنيا في فرنسا، كانت ساعتها لغت الملكية وعملت فوضى كبيرة. نابليون اللي كان ضابط مدفعية شاطر بدأ يظهر اسمه في حصار طولون سنة 1793، لما قدر يرجع المدينة من الملكيين اللي كانوا واخدينها أساسا بمساعدة من الإنجليز. عشان شطارته دي اترقى وبقى الجنرال مشهور. وسنة 1795 قدر يقضي على تمرد الملكيين في باريس، وده خلى سمعته تكبر أكتر وبقى معروف إنه منقذ الجمهورية. وهنا بقى بندخل على حملة إيطاليا. نابليون كان لسه شاب صغير عنده 26 سنة لما تولى قيادة الجيش الإيطالي، وهناك يا معلم عمل العجب شوية. قدر يهزم النمسا وحلفائها وفرض عليهم معاهدة كامبو فورميلو. كمان أعاد تنظيم الأراضي الإيطالية وعمل شوية جمهوريات كده تابعة لفرنسا، وده ورانا شوية إنه مش مجرد عسكري، طموحه السياسي كان كبير حبتين. أما بقى لما بندخل على حملة مصر، ودي بقى النقطة اللي لازم نركز عليها كويس أوي، سنة 1798 نابليون ذكائه خانه وقرر يجي مصر. كان جاي بالذات عشان يضرب مصالح انجلترا في الشرق، بس هو في الحقيقة كان جاي يعمل حاجة أكبر من كده بكتير. نابليون ما كانش جاي يحتل مصر بس، هو جاي يعمل شو حضاري وهدف حقيقي. كان عايز يقطع طريق التجارة بين بريطانيا والهند، يعمل امبراطورية شرقية كبيرة يكون هو امبراطور. كان فاكر نفسه محمد الفاتح الجديد اللي هيفتح الشرق واللي منها يعني. جه مصر وكان معاه 36 ألف جندي و166 سفينة، وكمان كان معاه 160 عالم ومهندس وطبيب وفنان، ومعاهم مطبعة باللغة العربية وأدوات مسح أراضي وخراط. كان جاي يعمل فيلم وثائقي حي عن حضارة جديدة تحت إيده. لما وصل اسكندرية يوم 1 يوليو 1798، نابليون عمل كذا حاجة غريبة. نشر منشور للمصريين بيقول فيه إنه بيحترم الإسلام وإنه جاي يحررهم من المماليك الظلام، وعمل عملات عليها رموز فرعونية عشان يقول إنه إيه، بيحترم حضارة مصر القديمة. وكمان كان بيروح يحضر صلاة الجمعة في المساجد عشان يبين إنه متدين. كان عايز يسيطر على الوعي مش بس الأرض، ويقول للمصريين أنا مش محتل، أنا جاي أصحي حضارتكم. طبعا المصريين ما صدقوش الكلام ده، ولما تقابل جيش نابليون مع المماليك في موقعة الأهرامات قدر نابليون يكسبهم بسهولة. لكن بعد المعركة دي حصل حكايات كتير عن نابليون في ليلة الهرم الأكبر. وفي 12 أغسطس 1799 نابليون طلب يدخل الهرم الأكبر بالليل لوحده. قعد حوالي 6 ساعات جوه غرفة الدفن، ولما طلع وشه كان شاحب تماما ومجرد واحد ساكت. قال للمرافقين حتى لو قلت لكم اللي شفته مش هتصدقوني، عشان كده انا مش هقول حاجه ابدا. ومن يومها محدش عرف بالظبط ايه اللي شافه، بس كانت كترة الاساطير والحكايات. في اللي قال ان هو شاف رؤية عن نهايته وانه هيتنفي ويموت وحيد، وفي اللي قال ان هو تواصل مع كائن غيبي او روح من الماضي. نظرية تانية بتقول ان هو دخل في حالة وعي متغير بسبب جو الهرم وشاف هلوسات حقيقية بالنسبة له. بس بغض النظر عن اللي شافه، اللحظة دي كانت بتجسد حاجة اعمق، ان اي حد فينا بيحلم بالسلطة المطلقة بيواجه دايما سؤال: هل انت اللي بتملكها ولا هي اللي بتملكها؟ مع ان نابليون كسب كتير من المعارك البريه في مصر، لكن اسطوله اتهزم في معركه ابي قير البحريه على ايد نيلسون الانجليزي، وده خلاه محبوس في مصر. بس نابليون كان ذكي، لما جاله كلام ان الوضع السياسي في فرنسا متلخبط رجع سرا سنه 1799، وهناك عمل انقلاب 18 بروميل اللي قطعه بحكومة الإدارة، وعمل نظام جديد اسمه القنصلية اللي خلاه هو الحاكم الفعلي لفرنسا. وفي سنة 1804 نابليون توج نفسه إمبراطور في كاتدرائية نوتردام. عمل حركة رمزية كده، خلى البابا موجود بس حط التاج على راسه بنفسه عشان يقول إن سلطته جاية من الشعب مش من الكنيسة. ومن هنا بدأت مرحلة الحكم المطلق بتاعه. نابليون عمل حاجات كتيرة قوي غيرت فرنسا. عمل قانون نابليون، ده قانون مدني لسه بيأثر في قوانين دول كتير لحد النهارده. وكمان أسس الإدارة المركزية اللي هي البيروقراطية الفرنسية الحديثة، وبقى بيعتمد على الكفاءة في اختيار الناس للمناصب. الأسطورة اللي كانت بتقول إن نابليون قصير دي كانت كذبة من الدعايم في إنجلترا. طوله الحقيقي كان متر 69 سم، وده كان متوسط طول الرجالة الفرنسيين في وقتها، لكن الصحف الإنجليزية كانت بتصوره كقزم عشان تضعف صورته قدام الناس. يعني الانجليزي استخدموا الفوتوشوب قبل ما يكون موجود بحوالي 200 سنة. نابليون كان معروف ان هو بينام قليل قوي، بيصحى قبل الفجر ويبدأ شغل على طول. المفاجأة بقى ان هو كان ممكن ياخد قيلولات سريعة، يعني 15 دقيقة بس في اي حتة في الاجتماعات او وهو راكب حصانه في الحرب. وبعد القيلولات اللي هي بتبان قصيرة دي كان بيصحى بعدها نشيط،
نابليون ده يا حبيبي كان حبيب، كتب حوالي 300 رسالة حب لمراته الأولى جوزفين، كانت كلها عاطفة وشوق. الراجل قعد في مصر كتير برضه، كان بيكتب لها ما بتعديش ساعة غير لما بفكر فيكي، جسمي كله مشتاق إليكي. بس بعد كده طلقها عشان ما خلفتلوش وريث. الصادم بقى إنه بعد الطلاق عيط في حضنها زي الطفل الصغير، يعني طلقها وعيط وحضنها. راجل غريب، ولحد اخر لحظه في حياته حرفيا حط صورتها في محفظه مثلا بتعبير اليومين دول. يعني حب عند نابليون كان معركه وخساره. واثناء حملته في مصر استدعى كهنه ومتصوفين في مصر عشان يقروا الطالع بتاعه. قبل ما نختم لازم نتكلم عن اهم جانب في شخصيه نابليون، حبه الشديد للعطور. نابليون ما كانش بس بيحب العطور، ده كان مدمن العطر بحد الهستيريا، كان بيستهلك كميات غير طبيعيه كل يوم، لدرجه انه كان بيستخدم اكتر من 60 ازازه في الشهر. ده رقم متخلف في العطور، لان العطور كانت للنبلاء بس بكميات قليله، كان تقريبا بياخدها سوق سودا. العطر الاساسي بتاعه كان كولوني. العطر ده كان بسيط ومتكون من زهرة البرتقال والليمون والبرغموت والنيروني والروزماري، ويعني زيت اللافندر. يعني كان بيحب الروائح الحمضية الخفيفة اللي بتدي إحساس بالنشاط والانتعاش. بس نابليون ما كانش بيرش بختين على رقبته، لا ده كان بيملى جسمه كله بعطر، حرفيا بيستحمى. خدامينه كانوا بيقولوا إن هو بيطلب منهم إن هو يطلق البرفانات كلها على هدومه وعلى شفرات الحلاقة وعلى مناديله، ده حتى على السرير. وفي روايات نادرة بتقول إن هو لما كان بيتوتر كان بيشرب البرفان، وكان بيستخدمه كمطهر عشان هو كان مهووس بالنظافة. كان بيستخدم البرفان كنوع من المطهر بعد الحلاقة وقبل الدخول في أي اجتماع. ليه كان بيحب البرفان بزيادة كده؟ أحب أقول لك سؤال جميل. في أوروبا زمان الناس ما كانوش بيستحموا كتير، وزي ما قلت لك 30 مرة في الحلقات أنت لو متابع، إن الأوروبيين ما كانوش بيستخدموا المية لأجل إن هي كانت بتنقل الأمراض، عشان كده ريحتهم ما كانتش حلوة، فكانوا بيستخدموا العطور دي عشان يغطوا على الريحة. لكن نابليون كان مختلف، كان مهووس بالنظافة وبيستحمى كل يوم تقريبا، وده كان ساعتها نادر وقتها. العطر كان جزء من نظافته. نابليون كان بيستخدم ريحته الشخصية كسلاح عشان يفرض حضوره وهيبته، وكمان البرفان كان بيديله راحة نفسية وسط تعب الحروب. ملخص الكلام، نابليون ده كان شخصية معقدة ومحيرة، عبقري عسكري وسياسي، كان طموحه ملوش حدود، وكان ممكن يعمل أي حاجة عشان يوصل لهدفه. قدر يحكم أوروبا كلها فترة، بس في النهاية طموحه ده هو اللي وقع بيه. اتنفى مرتين، آخر مرة كان لجزيرة سانت هيلينا، وهناك مات سنة 1821، وساب وراه تاريخ مليان انتصارات وخسارة وأسرار كتير لسه محدش عارفها كلها.